قلبي بغص لما أسمع المآذن عم تودع رمضان من لما كنت طفلة صغيرة. يا شهرانا قد زرتنا عاجلا عليك يا زين الشهور السلام. بس هالغصة تتحول لفرح لا إرادي مع كل تكبيرة عيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كنت أسأل حالي ليش بحس روحي خفيفة وكأني حطير من الفرح، وما لقيت الجواب لهلأ. يا ترى حقدر لاقيه معكم؟ تعالوا نشوف. شو بدنا نعمل اليوم؟ نمورة. واو نمورة جدو. سلام. ها قد قرب وداعك يا خير الشهور. قلوب أثقلت بك تحسك دهرا، وقلوب لم تكتفي منك وكأنك مررت بها كلمح البصر. أناس تسعد بالعيد بعدك، وأناس ترى أن هموم الدنيا أكبر من عيد يفرح به. أنا هاي مرة وهذا فرق روح دخلت فنهلت منك وتصبرت على جهاد نفسها بك وتزودت لباقي شهور العام منك، وروح دخلت فمرت بك مرور الكرام. أنا بحط أرجوكي. كانت جدتي رحمها الله تقول: العيد لمن قام فاستقام. وفعلا لا يشعر بخفة الفرح ترفرف في قلبه إلا من خرج من رمضان وهو من الفائزين بإذن الله. فالعيد ليس مكافأة ما بعد كما ظننا، بل هو كما احتفال التخرج، ندرس ونتعلم لنتخرج ونعمل بما تعلمناه، فإن لم نعمل به وظهر أثر رمضان فينا كانت شهادة تخرجنا لا قيمة لها. وقد قالها رسولنا الكريم واصفا فرحة الصائم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره أن كمل صوم يومه ولم يخدشه ولم يفسده، وفرحة عند لقاء ربه. الله، فرحة عند لقاء ربه. فتخيل أن هذه الخفة التي تعتريك هي فرحة صغيرة كنوع من الجزاء المعجل، أما المؤجل الذي خبأه الله لك عنده فهو أعظم وأجل. أستغرب كيف لهذا الدين العظيم أن يداوي نفوسنا بين ليلة وضحاها، نودع رمضان مساء بالأشجان، ثم نصبح فرحين بالعيد كشعيرة واجبة لا اختيار فيها. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد تسرق الحرب سكينتنا، لكنها لن تسرق تعظيمنا لشعائر الله، فإظهار الفرح هو نوع من الصمود وإظهارا لقوة الإسلام، وهو درس تربوي عميق لأطفالنا بأن اليقين بالله والتوكل عليه هو أقوى من أي ظرف يحيط بنا مهما كان. إن جزءا من الذاكرة العاطفية للطفل مرتبط في الأعياد، فإذا كبر الصغير وهو يرى العيد كئيبا منكسرا عادت له هذه المشاعر في كل عيد، مما سيفقده الانتماء لهويته الروحية، وهذا ما يجعل ابتهاجنا في العيد أمانة تربوية. كان تدوي يطبخ نمورة للعيد؟ لا، كان يشتريها من عند الحلواني طبق كبير كتير، هي والبقلاوة. شو كنت كمان تعملوا بالعيد الليلي؟ كنا نعلق ملابسنا الجديدة. وهنا أستذكر حياة رسولنا الكريم وما حملته من مصاعب وأحزان وكروب، نستسخف بجانبها كروبنا، ومع ذلك أذن للجاريتين أن تنشدا في بيته المبارك يوم العيد. نعم ثابت. النبي كان في يوم عيد فجاءت جاريتان تغنيان بغناء بعاث:
يوم كانت فيه بين الأوس والخزرج مشاكل كبيرة وقتال دائر، حتى بلغتها وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي دع هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فلما بدأنا في الغناء جاء أبو بكر يقول وانتهرهن أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر دعهما فإنهما في يوم عيد. وفي هذا رد كاف وواف لأولئك الذين يحترفون تسخيف فرحة العيد، محاولين سحب الآخرين لدائرة إحباطهم ويأسهم، قائلين: أي عيد هذا وبلاد المسلمين ليست بخير؟ أكانت حياة الصحابة بخير وهم يخوضون الحروب ليوصلون لك هذا الدين؟ لكن النبي علمنا وإياهم أن النفس تحتاج لمساحة من الفرح لتواصل المسير، فسبحان من علمه. فحسب ما توصل له علم النفس أن هؤلاء مصابون بما يسمى بالعجز العاطفي، فلا تجعلوا اليأس يتسلل إلى بيوتكم بعباءة الواقعية. الحرب قدر والفرح أمر، فارضوا بأقدار الله وامتثلوا لأوامره وتوكلوا عليه فكل الأمر بيده. قال الحسن البصري رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. فكبروا وأظهروا الزينة واغرسوا في قلوب صغاركم أن العيد هو بهجة النصر بعد جهاد النفس. تذكروا دوما أن من تعظيم الله أن نفرح بما أحب الله، وكل عام وأنتم من الفائزين المعتقين بإذن الله.